representing his country at the ongoing World Cup. The midfielder's death was first. السلام عليكم أعزائي المشاهدين. في خبر عاجل نزل على العالم كالصاعقة قبل قليل عن وفاة لاعب منتخب جنوب أفريقيا ونادي ماميلودي صن داونز جايدن آدمز عن عمر يناهز 25 سنة، في خبر صادم هز الأوساط الرياضية، وذلك بعد فترة وجيزة من مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم عام 2026. وأكد ممثلو اللاعب وولي أمره نبأ الوفاة، فيما دعا نادي ماميلودي صن داونز إلى احترام خصوصية عائلة الراحل خلال هذه المرحلة العصيبة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بسبب الوفاة. وقال بريندن جونسون المرشد والمقرب من آدمز في تصريحات لموقع سكر لدوما: في هذه اللحظة لا أجد الكلمات التي أقولها، لكننا نطلب احترام خصوصية العائلة. نعم، أؤكد لكم أنه قد توفي، لم يكن أحد يتوقع هذا الخبر. ويعد آدمز أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الجنوب إفريقية، وترك رحيله المفاجئ حالة من الحزن بين الجماهير وزملائه في الوسط الرياضي. وفي النهاية أعزائي المشاهدين، أدعو معي بالرحم والمغفرة على جايدن آدمز، وإن يسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.